سلام سلام البنات، واش راكم؟ شحوالكم حبيباتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اخواتاتي الغاليات، جيتكم بهذا الفيديو تاع تحضيرات رمضان في هذا الروتين اللي كي دخلت الكوزينه بعد رحت للماعن، حطيتهم هنايا ستفتهم وخليتها هي تغسل باش تنقص عليا شويه الوقفه. كان الزوج الكريم جاب لي 8 كويسات، تلقاهم ب100 الف يا البنات. ما على باليش شحال راهو الكيلو والله ما سقسيتو، بصح الله يبارك ما شاء الله. كنت نحيت منهم زوج كويسات، درت لهم الغداء رز، وبالطريقه هذه جا روعه خير من تاع ريستورات. البنات نشكر روحي والله جا كل حبة وحدها ما شاء الله، والباقي قلت نديرو نحضرو نخبيه رمضان. هو ما شراهش على جالة رمضان، كنا نشراه باش نكملوا به المصروف يعني تاع الشهر نورمال. بصح انا قلت له لا لا مادام جا وهو رخيص هكا هيا نبروفيتي ونخبيه بشوي بشوي حتى ان شاء الله نزيدو نشريو لي كويس ونزيدو نشريو. والبنات اللي راهم دائما يدخلوا في لي كومونتير ويقول كل نهار وباركتو وعلاه عليكم، وكاين حتى اللي تبدا تطيح وتقول ملهوفين وكذا وكذا، ربي يهديها. بصح الله اعلم. حنايا ممكن هي يكون ميزانيتها يعني تكفيها بالك شهر 10 ملايين، والله ما على باليش، ما تحسش انها دير توفير ولا اقتصاد ولا تشريه هو كي يكون غالي كي يكون رخيص كيف كيف. لكن حنايا ماذا بينا مادام السومه تاعو دركا راهي هابطه شويه نشريوه. راح نوفروا البنات، مش حتى الانسان ما نكذبوش على بعضنا، حياكل كيلو ولا زوج كي تزيد 10,000 ولا 20,000 ما تهمش. اكيد راح هذه عرضات الله يبارك، وهذه راح يستهلك الانسان كميه. تخيلوا كي تكون 20,000 طايحه من بعد، دركا الدجاجه بالك تشريها ب60,000 ولا شحال ما باليش الكيلو تاعها قداه. في رمضان معينا نجيبوها ب120 و130 ألف. ممكن حتى راهي الضعف. إذا شريتي نتيا ب800 مثلا دجاج ولا ب500، راكي ممكن تخلي في رمضان وتشريه، راح تشري ب1,000,000. اللي شريتي دركا ب500 راح تكون عندك 500 فايدة وتخبيها. اكيد راح تلوحيها في حوايج اخرين تشري بيها ما على باليش انا الجلبانه ولا المهم ولا ماعن اللي راهي حابه على ماعون وما لحقتش ليه وتقول لك فوق ميزانيتي وقدرتي، وذاك راح اكيد راح تفضلي وراح تكون يعني حاجه كيماك. انا نشوفها حاجه يعني تاع ذكاء، يعني انا حطيت الناس كل يعني حاجه باينه هذه. بصح تصدمت اني لقيت اللي معارضين اكثر من اللي راهي عجبتهم الفكره. الله يهديهم. هنايا حطيته كما راكم تشوفوا قاعدين يتشوطوا. ومن بعد وليت غسلتهم شحال من مره، لاني كنت نقلي في الواحد نغسل يديا ومن بعد زيد نجرهم، زيد نروح نقلي البرمه نخليهم شويه. مع منين نحيت هكا غسلوا، نحيت زوج ورحت قليتهم الساعه، درت غدايا باش ما نبقاش واقفه هكاك ولا نخليهم حتى العشيه. حبيت كي نحلى منا ومنا يا البنات. هنايا حبيت نشارك معاكم ثاني من التحضيرات اللي درتها يا البنات. كنت رقدت هذا الفلفل كما راكم تشوفوا، واني نعدت لكم بصبعي. شوفوا وين وصلنا. كلينا مشينا فيه يعني مع منين نحط الغداء. الزوج يقول لي كما تشوفوا راني مدايره فيه ثوم ومدايره فيه ورق رند. جاء تحفه تحفه. يا البنات جيبي لنا زوج كرابط، جيبي لنا 3، جيبي لنا. مشيت فيه قلت خلي نكملوا، مع انه نويتو لرمضان ورقدت هذاك الزيتون ثاني كما كنتوا شفتوا. ان شاء الله ربي نلحقوه يعني، لا فاقدين ولا مفقودين يعني، والحمد لله نصوموا بالصحه والهنا. هنا كنت درت صوص بيضه يا البنات، ما درتش فيها طماطم، درت لها توابل تاع الدجاج والكركم والرند. قليت البصله هذيك مليح وحطيت فيه لي كويس يطيبوا، وخليته تقلى على نار هاديه مليح. خرج لي هذا كامل لاصوص مليحه، والريحه ما نقولكمش يا البنات ما شاء الله. ومن بعد هو يتقلى من هيه عفوا، وانا زدت كملت شوطت هذو
وهاوني شويه حرقتهم يا البنات كي نحرك منا ونحرك منا. ومن بعد وليت كملتهم. هنايا كما راكم تشوفوا حضرتهم كامل. بقاو لي هادو راني درتهم هكا حضرتهم، ومن بعد نخبيهم يا البنات. هنايا كما نقولوها الكويس هادو نستعملوهم في طاجين هكا ولا في كفته ولا نحطوهم نسمى نحطهم كل وحده نديرها وحدها ونستعملهم في لي بلا تاعي. هنا الروز كما تشوفوا كنت قطعت فيه بطاطا وسناريه مكعبات صغار وحطيتهم. وكنت الوصفه هذه ندير فيها ثاني الجلبانه يا البنات وتجي هايله. شفت في الكونجيلاتور ما عنديش الجلبانه، ما لقيتش الجلبانه. هيا درتو هكاك. وهنايا الدجاج كما راكم تشوفوا راني غسلته مليح، درت فيه الملح والخل والقارص باش ما تجيش فيه هذيك الزفاره. نحيتها منه وزدت عاودت غسلته مليح مليح مليح. وهنايا راني نحط فيه في لي ساشي هكا باش نخبيه يا البنات. والحمد لله هكا. انت ثاني عزيزتي حبيت نعطيك هذه الفكره انك تقدري تخبيه ولو زوج كويسات ولو كويسه يا حبيبتي. خبيها مادام راهي السومه رخيصه عادي يعني. هزي ليش تجيبوا ثلاثه، هزي واحد تخبيه والاخرين ديري بيهم. ماشي شرط كما راكي تشوفي في لي فيديو يشريو ب400 الف وب 300 الف وانتيا ما عندكش كيفاش ديري. بالقليل برك نديرو تاويل كما يقولوها. هكا والحمد لله هاني منا ومنا. والله يا البنات ما حسيتش بيهم بزاف، نقصوا علينا الوقفه خاصه في رمضان. كاين اللي ولادها يقراو، كاينه اللي تربي، كاين اللي وحدها في الدار كل شيء عليها ما عندهاش اللي يعاونها. ما تنساوش بلي الامتحانات يا البنات راهم في رمضان تلهي بيهم ولا صدقيني راح تلقاي هذه التحضيرات كي الحسنه يستناو فيك تلقاي كلش واجد. بربي ان شاء الله انا راح نزيد كل ما شريت وحنشارك معاكم. ما تنسايش تخلي لي لايك واشتراك، حطي لي جامي. ربي يفرحك ان شاء الله باللي تتمنيه في قلبك. هنايا كما تشوفوا راني قليتهم هكا جاو ما شاء الله. استعملت الروز هذاك البسمتي وحطيته كما شفتوا غلا شويه وحده. ومن بعد وليت نحيته وحطيت له هذيك لاصوص جمرته. جا الله يبارك ما شاء الله. هاو كيفاش خرج، ما خليتوش يشيح خلاص، خليته بعقله يشرب هذيك لاصوص تاعو. جا كل حبه وحدها. حطيت الكويس تاعي هنايا وكما راكم تشوفوا هذوك مساجين منا والله يبارك. هذو راني حنسربي لهم الغدا، كانوا خرجوا ولادي من القرايه زربي حطينا حنحط الساعه الغدا ومن بعد نولي نخبي هذوك. والحمد لله على هذه النعمه، اللهم احفظها من الزوال. تشجعوا يا البنات هكا وديروا ولو كان بالقليل بشوي بشوي، مش شرط تكون حاجه كبيره بزاف باش ديروا بها التحضيرات. وما تنساوش كما قلت لكم حبيباتي ان شاء الله كل وحده يلحقها ربي تشري الماعن ودير تحضيرات ودير اي حاجه اللي في قلبها. المهم تكون تعرف كيفاش تمشي امورها وتقتصد. وهذه هي يا البنات. هنا يعني كنت نحط فيه هكا ومن بعد وليت نحيتهم هما خلاص وحطيت تحتهم. انا قلت بلا كي ندور عليه هكا شويه برك تكون بزاف، منها حطيت من لي بلا هذوك الكبار. كانوا هذو هنايا خليتهم للعشاء. منه الروز الله يبارك جا بزاف هكاك. هذيك هي كانت التقديم تاعو كيفاه. دركا بقى لي غير نخبيه ونيطواي الدنيا كيما هكا. وهذا هو الطبق تاعنا في الاخر كيفاش خرج الله يبارك ما شاء الله. اذا حبيتوا نحط لكم الوصفه في فيديو اخر ونعاودوا معاكم كي تكون عندي ثاني الجلبانه ونقللوا هذيك البطاطا مكعبات. اليوم كي عتماني شي قاعده يا البنات راح حطيتها تشرش متبرك معاه. وساعات نزيد له هكا شويه زيتون دينواي ويجي فيه